وتعالوا معايا جولة في البلكونة نشوف اللي أنا زرعاه. أنا زرعة ده فلفل، بس جايباها شتلة صغيرة قوي، ودي طماطم وبدأت تظهر اهيت. جايبة شتلتين طماطم كانوا صغيرين قوي، وشتلتين فلفل، فتتابعيهم وتسقيهم هتبص تلاقيهم كبروا وظهروا وبيدوكي نتيجة حلوة قوي. والتربة بنشتري اللي هي السويل ديت، بتبقى في الوول مارت رخيصة، واللي هو الفيتامين ده، وبنقلبهم على بعض. ولو عندك تراب او رملة ممكن تخلطي التلاتة مع بعض. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. لا مش هنلعب يوجي، احنا هنزرع النعناع، لان في ناس كتير قالت احنا بنزرعه في البلكونة وبيبوظ مننا وما بيفلحش. طب تعالوا نجربه نشوف هنعمله ايه. هنجيب عود النعناع ونقسمه نصين بالشكل ده، خلي النص الجدر لوحده والنص التاني لوحده. ولو ممكن تشتري النعناع بيبقى ساعات فيه جذور، وهنعمله بالشكل ده لكام عود اللي عندنا. وهناخد الجدر وهنشيل منه كل الورق كلها، هنقطفه زي الملوخية بالشكل ده. وبعد ما تقطفيه هتحسي ان هو ليه عقل زي عقل القصب، هو ده اللي بينمو منه يعني. وهجيب كيس نايلون وكيس مخرم، لان العلبة اساسا مخرمة خفت التراب يقع منها، فالكيس خرمته عشان المية الزيادة تنزل. وهنجيب التربة اللي احنا خلطناها وهنحطها، وهنسيب في الاخر خالص قد 2 أو 3 سنتي فاضيين. ونبتدي نجيب العروق اللي احنا قطفناها ونزرعها ازاي بالعرض. هنحطها بالعرض بالشكل ده. انتوا عارفين ان النعناع جدره بينمو بالعرض، ما بينزلش لتحت بالطول، لا بينمو بالعرض. وبعد كده هنكمل بالتربة بتاعتنا لحد الاخر، ونجيب العيدان اللي فاضلة عندنا ونغرزها بالطول بالشكل ده. وهنجيب كمان اللي هي الباقي اللي هو بورقه بحاله هنغرزه. وممكن ان انت بتغرزي العيدان دي في شوية مية كمان، وتغيري لها كل يوم بتلاقيها طلعت جدر. وهنسقيها. معانا ده موز منقوع مية، ده قشر الموز وقشر البطاطس حلو جدا للزرع. ونسقيها. وايه رأيكم؟ بصوا كل ده فروع جديدة طالعة، شايفين؟ بصي ديت من اللي هي نايمة بالعرض تحت، طلع ليها اهي ظهرت. ده النعناع بتاعنا اللي احنا زرعناه سوا. وتعالوا نوريكم حاجة تانية كمان. هنا انا زرعه فجل اهو، شايفين كبر اهوت. ده بقدونس وكزبره برضو، ده شكل الفجل بتاعنا كبر اهوت. وده عود نعناع برضو طلع اهوت. وشايفين الكزبره والبقدونس والفجل بدأوا يطلعوا مهمت معانا. وده عود برضو نعناع اهو طلع. وده فجل. وده عود نعناع طلع من تحت اهوت. وده بصل اخضر حطاه في ميه، يعني بتقطعي قد عقله من عند الراس وتحطيها في ميه بتطلع بالشكل ده. شايفين كبرت قد ايه؟ بصي بقى بتنقعيها في ميه. انا كنت زرعاها وهي قد كده، شايفين؟ طب الطول ده كده، الجزء اللي تحت شايفين كبر قد ايه؟ بعد كده هغرزه بقى في الطينه. وايه رايكم بقى في الطريقه الجميله لزرع النعناع والبصل؟ بجد بجد طعم وريح.